موتها فكان تدريجي جدا لسنين طويلة، ما كناش عارفين هي ماتت ازاي اصلا. لكن لما العلماء فحصوا موميائها وعلبة مستحضرات التجميل اللي كانت في مقبرتها، حتشبسوت في آخر عمرها كانت ست عندها سمنة مفرطة وسكر وروماتيزم بيمنعها من الحركة، والأصعب إنها كانت بتعاني من مرض جلدي وراثي صعب جدا بيعمل تقرحات في وشها ورقبتها ووجع شديد. وعشان تعالج المرض ده كان الأطباء بيعملوا لها دهان مركب من زيت النخيل وجوز الطيب مخلوط بقطران الفحم الحجري. الدهان ده كان بيخفف الوجع مؤقتا، بس القطران ده كان فيه مادة مسرطنة قوية جدا. حتشبسوت فضلت تدهن جسمها بالمركب ده لسنين طويلة، فامتص الجلد السموم دي ببطء لحد ما جالها سرطان عظام دمر حوضها وأنهى حياتها وهي في الخمسينات من عمرها.